تخيل كده معايا، في شكل واحد ظهر فيه قارات مختلفة، في أزمنة مختلفة، وسط شعوب ما يعرفوش بعض ولا بينهم أي تواصل. الهرم، من مصر للمكسيك للهند للصين لسومر، كلهم قالوا يلا نبني الشكل ده. طب ليه؟ هل ده مجرد صدفة ولا في سر مش عاوزيننا نعرفه؟ السؤال ده بيحير علماء الآثار من سنين طويلة، وكل ما يحاولوا يلاقوا إجابة يظهر سؤال جديد. ليه الهرم؟ إزاي اتبنى؟ هل كان عندهم تكنولوجيا ضاعت؟ ولا في حضارة أقدم من الكل علمتهم إزاي يبنوا كده؟ ولا بلاش، ممكن يكون في حاجة أبعد، حاجة مش من كوكبنا أصلاً. اللي هتشوفه في الفيديو ده هيغير فكرتك تماماً عن الحضارات القديمة، ويمكن يخليك تفكر إن التاريخ اللي درسناه مش هو كل الحقيقة. أنا مش جاي أقولك إن في مؤامرة، بس جاي أوريك إن في حاجات غريبة جداً محدش عنده لها تفسير لحد النهاردة. لو مستعدة، اربط الحزام ودوس لايك واشترك، لأن الرحلة دي غامضة ومفيش رجوع. خلينا نبص كده بسرعة على الحضارات اللي بنت أهرامات. مصر القديمة، أهرامات الجيزة أشهر حاجة في التاريخ، بنيت من أكتر من 4500 سنة ولسه واقفة بتتحدى الزمن. المايا والإنكا في أمريكا الوسطى، زي هرم تشيتشن إيتزا في المكسيك، شبه الهرم بس عليه سلالم، وكانوا بيستخدموه في الطقوس الدينية. الصين القديمة عندهم هرم ضخم اسمه الهرم الأبيض، مش مشهور زي الجيزة لكن ضخم بشكل مخيف. العراق القديمة الزجورات، شكل الهرم بس متدرج، وكانوا بيبنوه لعبادة الآلهة. كل حضارة فيهم بعدها عن التانية آلاف الكيلومترات، وما فيش بينهم أي تواصل، بس نفس الفكرة. ده مش طبيعي يا صاحبي. دلوقتي احنا عرفنا إن حضارات كتير قوي بنت أهرامات، بس ليه؟ ليه الهرم بالذات؟ إيه السر في الشكل ده؟ تعال نمشيها واحدة واحدة. واحد، الشكل المثالي. الهرم مش مجرد شكل عشوائي، ده من الناحية الهندسية أكتر شكل مستقر ممكن تبنيه. أي وزن تحطه فوق هيتوزع على الجوانب، فما فيش ضغط على نقطة معينة، وده بيخلي الهرم يعيش آلاف السنين من غير ما يتهز ولا يقع. يعني لو عايز تبني حاجة ضخمة تعيش للأبد، الهرم هو الشكل المثالي. الثاني، الصعود للسماء. في معتقدات كتير الهرم مش مجرد مقبرة، ده كان سلم للسماء. يعني تخيل كده، كل درجة من درجات الهرم هي خطوة روح الميت بتاخدها في طريقها للخلود. المصريون كانوا شايفين إن فرعون مش بيموت، لا، ده بيكمل رحلته بعد الموت، والهرم هو المركب اللي بيطلع فيه للنجوم. وطبعا لما نروح للمايا نلاقي نفس الرمز، الهرم له سلالم، وكل سلم بيرمز لصعود روح الإنسان للإله. ده لوحده يخليك تسأل، إزاي حضارات مختلفة فكرت بنفس الطريقة؟ ثالثاً، طاقة الهرم. هنا ندخل عالم الغموض. في نظريات بتقول إن شكل الهرم بيجمع طاقة كونية معينة، مش هزار. في ناس بتقول إنك لو دخلت جوه هرم حتى لو صغير هتحس براحة أو طاقة غريبة أو تركيز عالي. وفي ناس جربت تجيب أكل وتحطه جوه شكل هرم ولقوه ما بوظش بسرعة زي لما يكون بره. في ناس بتنام تحت هرم صغير وتحس بصفا ذهني أو حتى أحلام واضحة. هل دي تخاريف ولا في حاجة فعلا مش مفهومة في الشكل ده؟ وإزاي حضارات مختلفة وصلت لنفس الشكل بنفس المعنى؟ أربعة، رمزية الشكل في الطبيعة. في اللي بيقول إن الهرم بيشبه حاجات كتير في الكون، الجبل، شعاع الضوء، شعلة النار، الموجة اللي بتتحرك من نقطة لقمة. فهل الحضارات القديمة كانت بتقلد الطبيعة؟ ولا كانوا فاهمين كود معين في الكون إحنا لسه مش قادرين نفكه؟ خمسة، رمز السر الأبدي. بص على الهرم كده، في قاعدة عريضة وثابتة، لكن كل الجوانب بتوصلك لنقطة واحدة فوق، كأنك بتقول كل الطرق بتؤدي لنفس الحقيقة، لنفس القوة، لنفس السر. في ناس شايفة إن الهرم مش مجرد بناء، ده رمز الحقيقة كونية، حاجة أعمق من اللي بنشوفه. في الآخر لما تفكر في الموضوع، مش بس ليه بنوا أهرامات، لكن ليه ما اختاروش غيرها؟ ليه الهرم فضل لغز لحد النهاردة؟ ده اللي بيخلينا نحس إن الموضوع أكبر بكتير من مجرد حجر فوق حجر. هنا بقى يدخل الغموض الحقيقي. في نظريات بتقول إن كل الحضارات دي كان وراها مصدر واحد، حضارة أقدم بكتير علمتهم الهندسة والبناء. وفي ناس بتقول استعد كده، كائنات فضائية. في علماء وناس مهتمين بيقولوا إن التكنولوجيا اللي بنت بيها الأهرامات دي مش منطقية بالنسبة للزمن ده. يعني المصريين كانوا عندهم معدات تنقل أحجار وزنها مئات الأطنان؟ إزاي؟
وفي ناس بتشير لرسومات فرعونية بتوضح أشكال غريبة شبه الطيارات أو سفن فضاء. هل ده دليل ولا مجرد خيال؟ في نظرية تانية مش أقل جنان، إن الحضارات القديمة كان عندها علم متقدم جدا وضاع مع الزمن، زي مثلا أدوات قطع الحجارة بدقة بالليزر، تقنيات نقل الأحجار بدون عجل، أو سلاسل معرفة فلكية دقيقة جدا. يعني الأهرامات في الجيزة متراصة مع نجوم في السماء بدقة رهيبة. إزاي؟ كل ده بلاش أدوات؟ اللي بيقولوا بعض الباحثين الحضارات دي ما كانتش بدائية، إحنا اللي بنفترض كده لأننا مش لاقيين أدواتهم. كل اللي اتكلمنا فيه ده مجرد بداية. كل ما نكتشف أكتر بنلاقي أسئلة أكتر. هل شكل الهرم فيه سر؟ هل فعلا في حضارة ضايعة كانت أعظم من كل اللي نعرفه؟ ولا في جهة بشرية أو لأ ساعدت في البناء ده؟ الحقيقة إحنا لسه ما نعرفش، بس اللي أكيد إن الهرم مش مجرد شكل هندسي، ده لغز ممتد عبر التاريخ. لو حاسس إنك اتخضيت من اللي سمعته، دوس لايك وشارك الفيديو مع أصحابك وخليهم يسألوا نفس السؤال: ليه كل الحضارات القديمة بنت أهرامات؟ واكتب لي في الكومنت رأيك، هل شايف إن في سر ولا كله مجرد صدفة عبقرية؟